ليه تسكت قول سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر؟ وهنا البحر مش البحر اللي عندنا بس، لا، ده البحور اللي ربنا خلقها كلها في الدنيا. ليه تسكت وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ كنز فين؟ في الجنة. كنز الدنيا تفنى به الأعمار علشان نحصل عليه وهو فاني. أنا بكلمك هنا عن كنز في كنوز الجنة. ليه تسكت كلمة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة؟ ليه تسكت ولو قلت بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت لك أبواب الجنة الثمانية؟ ليه تسكت وسورة الإخلاص قل هو الله أحد بتعادل تلت القرآن؟ ليه تسكت وخواتيم سورة البقرة تكفيك من كل شر؟ ليه تسكت وهذا التحصين موجود؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن قلت هذا الذكر لا يضرك شيء. ليه تسكت عندك هذه الهدية وهو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن قلت هذا الدعاء في الصباح ومت دخلت الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن قلت هذا الدعاء في المساء ومت دخلت الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه تسكت وعندك الهدية دي؟ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليها 10 صلوات صلى الله عليه وسلم. ليه تسكت بعد الأذان وعندك هذا الذكر؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا من المذكرين. اللهم إني أذكر نفسي أولا ثم أذكركم ثانيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.